ده بيك في سخانه عشان كده احنا ما قاعد نمشي عشان كده اختفيت مره واحده. ده اخوك صغير؟ اي ده لا لا حباب الله لا 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 قاعد هبه يا صغيره لا يا ولد بتعمل كده. لا 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 خليه ده ما جنى صغير هذا جنى صغير كده غلط لا يا لا ولد. خليه ده جنى صغير هذا اشتغل حباب الله اجيك زي ما شفت الفيديو كده، عايزك تصلي على سيدنا النبي لو غالي عليك، وتعالى اسمع كلمتين من اخوه. فيديو جميل جدا، انا ما بطلتش ضحك الصراحه. عمال يضرب فيه بالجزاز ويقول اطلع بره، انت عريس مش عايزين نشوف وشك. هو عامل فيك ايه يا ابني؟ بس هو حلوه يعني فكره الفيديو او اللي هم عاملينها حلو، محرم جميل جدا، لكن مش بالشكل ده. يعني العريس جاي تبقى انت محرم قاعد عزول، انك يحصل حاجه كده ولا كده تبقى انت لكن عمال تدب على دماغه وتقول اطلع بره. ده انت مجرم يا عيل، ايه ده؟ مش ينفع طبعا. طيب فكره ان يبقى فيه محرم هو خطيبك، قلنا قبل كده انه اجنبي. يعني ايه اجنبي؟ يعني غريب عنك. ايه ده يا عم؟ انت مخك تعبان، انت لسه متاخر، احنا لسه بنتكلم كده وما عملناش فتحه وماسكين ايد بعض ورايحين جايين وبنسبل والدنيا حلو صح؟ انا عارفكم، انا شايفكم. المهم يعني ما ينفعش يمسك ايدك ويطلع لوحده ورايحين جايين والكلام ده. طيب يا عم الشيخ، ده الدنيا اتطورت يا ست، اعملي اللي انت عاوزاه. انا بقول لك كلمتين من اخوك لوجه الله. ممكن تنخطبي سنه 6 شهور شهرين، يحصل مشكله، يهب العريس يطلع خلاص اتفشكلت، يجي بعد كده تفاجئي ان هو يقول لك انا هنزل صورك، انا هتكلم عنك. يجي خطيب يقول انا كنت واحد تاني يخطب يقول كنت بعمل معاها واحد واثنين وثلاثه. طيب هتقدر تتكلم؟ مش هتقدري تتكلمي ليه؟ لان هو ده كان بيحصل فعلا. لكن زي عندنا بالبلد كده مثلا، مش عارف عندكم ولا لا، صاحب الحق عينه قويه. يعني ايه؟ وقت ما يعمل حاجه زي كده هتنزل تديله على دماغه. انا ما اعملش كده، والبيت ده معروف. فعشان كده خلي بالك لما يجي خطيبك او تكوني مخطوبه، ما فيش طلوع انت وهو تشنكلوا في بعض. يكون معاكي اختك، يكون معاكي اخوك، يكون معاكي والدتك، يكون معاكي حد محرم، ان هو ايه يعني مش يحل لي. تمام؟ فاحنا كلمتين لازم نفهمهم عشان بعد كده ما نخشش في كارثه، لان سمعت قصص كتيره واهوال مش عايزين نخش في تفاصيل، وربنا يسترها علينا وعلى بناتنا يا رب. فانت عشان تبقي في الامان وفي بر الامان، وهو يتمسك بيكي اكتر لما يلاقيكي كده ماسكه على دينك. لا عيب، ما ينفعش اخويا يطلع معانا، امي تبقى معانا، مش هسيب البنتين مع بعض والسبهلله تشتغل، وبعد كده ما يتجوزك هيقول لك الكلام ده كله. حصل واحد واثنين وثلاثه وانت عملتي وسويتي وفاهمين. صلي على سيدنا النبي، شارك الفيديو، وربنا يحفظ بناتنا واولادنا. متابعتك هتخلينا نستمر في نشر الخير. شارك الفيديو لعل احد يستفيد، الدال على الخير كفاعله. وقول لنا بقى العزول كان زي اللي في الفيديو ده ولا لا؟